انظروا اليوم العالم الجاهل، العالم الغبي المعرض عن شرع الله يبذل عشرات المليارات من أجل أن يلعب. هذا ينبئ عن الحضارة المنكوسة والمفاهيم المعكوسة التي ما عرفوا السعادة ولا عرفوا سبيلها. هؤلاء الصحابة الكرام كل من مشى على دربه وصله من السعادة والهنا على قدر اتباعه وعلى قدر ما أخذ من طريقه. إذا كان النبي الرحمة المهدى يقول لنا ناصحا رحيم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أي طريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عليها بالنواجذ. يحثنا الرسول على ماذا؟ على طريق الجنة فقط، يحثنا على طريق الجنة الأخروية والجنة العاجلة في الدنيا وهي السعادة. إن السعادة في طريق أولئك. ولهذا يذكر بعض التابعين ومن تبع الصحابة بإحسان من حياته ولذة عيشه ما يقول إنه عاجز عن وصف. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من طيب العيش جالدون عليه بالسيوف. لو يعلمون، لكن من يعلمهم؟ من يدرسهم؟ من يفهمهم؟ هذا فهمهم لا تصل الفهوم إلا بطاعة الله وبالصلة بالله سبحانه وتعالى. وهكذا يقول بعض السلف: إنها لتمر علي ساعات وإني لفي عيش طيب حتى أقول إن كان أهل الجنة يجدون ما أجد إنهم لفي عيش طيب. إن كان أهل الجنة يجدون ما أجد إنهم لفي عيش طيب. بلال بن رباح رضي الله عنه يسحب في الرمضاء، توضع الحجارة المحماة على صدره على وجهه. غيره من الصحابة تحمى الحديد على النار حتى يحمر ويوضع في ظهره حتى يبرد في شحمه. ثم يقول أحد ويسأل عن ذلك فيقول: قارنت بين مرارة العذاب ولذة الإيمان فغلبت لذة الإيمان على مرارة العذاب. أين هذه اللذة عند اللعابين؟ أين هذه اللذة عند العالم التائه، العالم الضائع الذي ما عرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة؟ يسر إخوانكم في مسجد الرحمة في قرية آل ماجوع في الحج أن يقدموا لكم هذه الخطبة والتي هي بعنوان طريق السعادة للشيخ الفاضل بعبد الله صالح بن عبد الله الغشامي حفظه الله تعالى. ألقيت في 24 من شهر ربيع الآخر لعام 1444 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن سعي العالمين اليوم زرافات ووحدانا، أفرادا وجماعات، كله إلى تحقيق الراحة والطمأنينة والسعادة في هذه الدنيا. مسلمهم وكافرهم كلهم يبحثون عن السعادة. فمن اتجه في سبيل في هذه الحياة فهو يبحث عن السعادة. من يعمل الطاعات فهو يبحث عن السعادة، ومن يعمل المعاصي فهو يريد السعادة. ومن سلك سبيل الغنى أو عكسه وهو الفقر فهو يريد السعادة. ومن سلك سبيل السلم أو سبيل الحرب كلهم يريد السعادة، ولكن ليس كلهم عرفوا طريقها، ليس كلهم عرفوا طريقها. فكم من سالك سبلا أوردته إلى المهالك،
وكم من إنسان يسعى في هذه الحياة في عكس مراده، هو يريد أمرا ولكنه يسعى إلى عكسه، بل أكثر سعي العالمين ضلال، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كثير من الناس يسعى إلى أمور ولكنه أخطأ طريقها، والدواء قريب منه والحل قريب منه، ولكن من العجائب أن يموت المريض، أن يشتد مرض المريض حتى يموت والدواء بجانبه وهو لا يدري. وكما قيل: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. فمن الناس من هو في الحياة كالعيس في الصحراء وهي الإبل تموت من الظمأ والقرب مملوءة بالماء على ظهورها، ولكنها لا تجيد إنزال هذه القرب وفتحها والشرب منها. وهكذا حال كثير من الناس، بل حال بعض المسلمين في طلبهم للسعادة وفي البحث عن السعادة، يبقى في حياته يتخبط بحثا عن الراحة وهي قريبة منه، وبحثا عن السعادة والحياة الهنيئة، ولكنه أخطأ سبلها لكثرة المغويات ولكثرة المغريات التي أغرت كثيرا من الناس حتى ابتعدوا عن المعين الصافي. ولهذا تجد من الناس من يفهم أن الحياة السعيدة في كثرة الأموال، هكذا أوصله فهمه، وصلت فهومه وعلومه إلى أن السعادة في المال، فلو اجتمع المال تمت الحياة السعيدة، وهذا من المفاهيم الخاطئة. لو كان ذلك صحيحا لكان أسعد الناس قارون، لكان أسعد الناس قارون وفرعون الذي قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. وآخرون أوصلتهم فهومهم إلى أن السعادة في الجاه، فيتمنى السلطة والمنصب والجاه بين الناس، ويظن أنه سيتمتع بأطيب عيش وأحسن حياة إذا حاز على تلك المنى. وهكذا من الناس من أوصله فهمه وأوصلته علومه الضعيفة المخدوعة أو الخداعة إلى أن الحياة في الشهوات، ويتخيل الشهوات عن يمينه وعن يساره وأمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته، ويظن أنه سيكون أهنى الناس، ما بينه وبين السعادة إلا أن يصل إلى الشهوات، حلالها وحرامها، جيدها وسقيمها وخبيثها، يرى أن الحياة أن يصل إلى هذا المستوى. وآخرون من الجهلة أوصلتهم فهومهم وعلومهم الخاطئة إلى أن السعادة أن يتحللوا من أوامر الله وينفكوا من ضوابط الشريعة وقيودها، فلا يكون في حياتهم حلال وحرام ولا جائز ومكروه ولا غير ذلك، ويروا أن الحياة أن يتركوا لنفوسهم الحبل على الغارب، وهنا سيد الحياة والهدوء والسكينة. وهذه كلها سراب، هذا كله سراب، وهذه كلها مفاهيم خاطئة أنتجها للناس الاستقاء بالمعلومات غير الصحيحة. المعلومات التي يأخذها الناس هي الذي أثرت عليهم هذه الآثار. وآخرون من الناس يرون أن الحياة أن يصلوا إلى مستوى حياة الكافرين، فهم يتمنوا صباح مساء أن يعيشوا كما يعيش الأوروبي أو الشرقي أو الغربي، ويظنوا أن هذه الحياة، وانطبع لديهم أن هؤلاء سعداء وأن هؤلاء حكماء وأن هؤلاء وصلوا إلى ما لم يصل إليه كثير من العالمين، فاغتروا بتلك الحياة المادية وظنوا أن أهلها سعداء وأنهم في حياة ورفاهية، وظنوا أنها لا توصف تلك الحياة، والحقيقة أن حياة أولئك
الكفار حياة جحيم. ولهذا صرح عقلاؤهم وكبراؤهم ومن خاضوا حياتهم وهم فيهم يعدوا عقلاء بأنهم في جحيم، وأنهم في شر، وأنهم في انتحارات. وهكذا تذكر صحفهم ويذكر إعلامهم كم في اليوم الواحد من انتحارات ومشانق، ومن ينحر نفسه أو يسكب عليها البنزين فيحرقها، بل وصلوا إلى أن صنعوا آلات وأجهزة للانتحار. كيف يكون الانتحار بهدوء؟ وكيف يكون الانتحار بطريقة حضارية؟ تصنع آلات يشتريها من يريد الانتحار. ما هذا إلا أمر فظيع يعكس ما وصل إليه أولئك من النكد والضيق في الحياة. كثر من يمشي في شوارعهم وهو يرتعش من كثرة ما يشرب من المسكنات والمهدئات والمخدرات. كثير منهم لا ينام إلا على المخدرات. أنتجوا وأوجدوا واخترعوا وابتكروا ألاعيب لتسليهم، ظنوا أن السعادة فيها، سئموا من البحث عن السعادة فأوجدوا التمثيليات والمسرحيات، وساحوا في مشارق الأرض ومغاربها بحثا عن الألاعيب، وبذلوا المليارات ليلعبوا أنفسهم ليسلوا أنفسهم، فما أمسكوا للسعادة بخيط ولا فتيل، لأنهم في واد والسعادة في واد آخر. والأمثلة كثيرة على الضنك والبلاء والهم والغم الذي يعيش فيه أولئك، وهذا أمر الله. أبى الله العظيم القهار الذي بيده الليل والنهار والموت والحياة أن يذيق السعادة من خالف طريق رسله. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. وقال سبحانه عمن خالف أمره: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يقول الله له: أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها عمدا، وليس معناه النسيان المشهور، أي تركتها وتناسيتها. التمست السعادة في أغنيات، التمستها في شيلات، التمستها في سمرات، ونبذت ذكري والسعادة ملكي أفتريدها في خلاف طريقها. نبذت ذكري وأعرضت عنه، فأنى تأتي السعادة لمثل هؤلاء مثل من يسعى في الصحراء القاحلة باحثا عن السمك واللحم الطري، باحثا عن الأسماك في الصحراء. هذا غبي وهذا أحمق، يبحث عن السمك في الصحراء القاحلة اليابسة، السمك في أعماق البحور. وهكذا من يبحث عن السعادة من غير سبيلها. والله يقول: ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقصص الكفار الذين ملكوا من عرض الدنيا ما ملكوا ولم يجدوا السعادة كثيرة. أذكر على مسامعكم قصة لأغنى امرأة في العالم في هذا العصر المنصرم والجيل الذي نحن فيه، وهي امرأة أوروبية يونانية. كان أبوها، وذكر هذا في الأخبار، أن أباها كان يمتلك شركات طيران بأكملها، وجزر في البحار بأكملها، ومطارات بأكملها، ويمتلك ما يمتلك من عرض الدنيا. ومات وليس له ولد إلا هذه البنت، ولم يترك إلا هذه البنت، فخلفت هذه الثروة أو استخلفت هذه الثروة. وينظر الناس وينظر العالم إلى هذه البنت الشابة الصغيرة كيف تتمتع بهذه الأموال، ينظرون إليها بغبطة كيف تتصرف فيها. فتزوجت رجلا أمريكيا ومكثت معه ما يقارب سنة ثم فارقته، ثم تزوجت يونانيا
شهورا يسيرة ثم فارقته، ثم تزوجت شيوعيا، والشيوعيون الروس منبوذون عند الأوروبيين، فاستغرب الناس من زواجها به، لأن أولئك ضد الرأسمالية، ضد جمع الأموال. فسألها بعض الصحفيين: لماذا تتزوجين بروسي؟ قالت بالحرف الواحد: أبحث عن السعادة، أبحث عن السعادة. ثم طلقته بعد فترة وتزوجت فرنسيا، وفي عرسها جاء الصحفيون وسألوها: هل أنت أغنى امرأة في العالم؟ قالت: نعم، ولكني في نفس الوقت أشقى امرأة في العالم، لا أعرف السعادة، أشقى امرأة في العالم. ثم تركت الفرنسي وعاشت وحيدة، وتركت ناطحات السحاب وما تمتلك من فنادق وشواطئ، واستأجرت شقة ضيقة فيها غرفتان، تطبخ لنفسها وتغسل ثيابها بنفسها. فسألها المستغربون كثيرا: لماذا لا تستأجر العمال للغسيل والطباخة؟ فقالت: كرهت الحياة، أطبخ لنفسي لعلي أسعد، أغسل لنفسي لعلي أبحث عن السعادة. ثم انتحرت في شقتها وتركت الأموال وتركت ما ملكت وراءها. وهذه واحدة من العبر لمن يظن أن السعادة في غير ما أراد الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون الكرام، إن أفضل الناس على الإطلاق عرفوا السعادة، أفضل شعب وأفضل جيل وأفضل رجال عرفوا السعادة، وأفضل مجتمع هو المجتمع النبوي، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يصل أحد إلى درجة في السعادة ما وصل إليه الصحابة الكرام، ونبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن فهم فهما غير هذا فعليه أن يراجع معلوماته، وعليه أن يبرمج فكره من جديد إذا كان يفهم الأمور على غير وجهها. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من وطئ الثرى بعد الأنبياء، وخير من عرف الحياة على وجهها الصحيح، وذاقوا طعمها من أوسع أبوابه، وعرفوا الحياة الهنيئة في الوقت الذي هم في أبسط الدرجات من المستوى المادي، في مبانيهم ومآكلهم، يربطون الحجر ليلتصق البطن بالظهر من شدة الجوع، وهم يتمتعون بالصحة والعزة، ويتمتعون بالسعادة التي لا يكاد يعرفها كثير من الناس. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعل الله لهم العزة والتمكين والحياة الطيبة والروابط والأرحام، وجعل لهم مجتمع لم يعرف التاريخ مجتمعا بعده مثله. ولهذا يذكرون فيهم كيف كانت قيمتهم عند الأمم الأخرى. من أمثلة ذلك ما يذكرونه في عمر، كيف تتكلم عنه الأمم الأخرى من الفرس والروم، وعن منامه وعن ثوبه وعن أكله وعيشته، وهو أمير المؤمنين، مستغربين متعجبين من طمأنينته وسعادته. وكما قيل: يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له، والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المستوى ما رأوا السعادة في عمائر، ولا رأوا السعادة في جمع ورق ملون أو دنانير مكومة، لم يعرفوا فيها بذلا ولا سخاء ولا مد علاقات حسنة، وإنما ألاعيب. انظروا اليوم العالم الجاهل، العالم الغبي المعرض عن شرع الله، يبذل عشرات المليارات للعب من أجل أن يلعب. هذا ينبيك عن الحضارة المنكوسة والمفاهيم المعكوسة التي ما عرفوا السعادة ولا عرفوا سبيلها. هؤلاء الصحابة الكرام كل من مشى على دربهم وصله من السعادة والهنا على قدر اتباعه وعلى قدر ما أخذ من طريقهم. إذا كان النبي الرحمة المهداة يقول لنا ناصحا رحيما: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أي طريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا
عضوا عليها بالنواجذ. يحثنا الرسول على ماذا؟ على طريق الجنة فقط، يحثنا على طريق الجنة الأخروية والجنة العاجلة في الدنيا وهي السعادة. أيها المؤمنون الكرام، إن السعادة في طريق أولئك، ولهذا يذكر بعض التابعين ومن تبع الصحابة بإحسان من حياته ولذة عيشه ما يقول إنه عاجز عن وصفه. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من طيب العيش لجالدونا عليه بالسيوف. لو يعلمون، لكن من يعلمهم؟ من يدرسهم؟ من يفهمهم هذا؟ فهمهم لا تصل هذا، لا تصل الفهوم إلا بطاعة الله وبالصلة بالله سبحانه وتعالى. وهكذا يقول بعض السلف: إنها لتمر علي ساعات وإني لفي عيش طيب حتى أقول إن كان أهل الجنة يجدون ما أجد إنهم لفي عيش طيب. إن كان أهل الجنة يجدون ما أجد. بلال بن رباح رضي الله عنه يسحب في الرمضاء وتوضع الحجارة المحماة على صدره وعلى وجهه، وغيره من الصحابة تحمى الحديد على النار حتى يحمر، ويوضع في ظهره حتى يبرد في شحمه، ثم يقول أحد ويسأل عن ذلك فيقول: قارنت بين مرارة العذاب ولذة الإيمان فغلبت لذة الإيمان على مرارة العذاب. أين هذه اللذة عند اللعابين؟ أين هذه اللذة عند العالم التائه، العالم الضائع الذي ما عرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة؟ وهكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى متحدثا عن زيارتهم لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد سجن في قلعة دمشق في ذلك الوقت، حبس فيها نحو 2 حتى مات فيها مظلوما. ومع ذلك يتكلم ابن القيم أنه كان يزوره هو وبعض زملائه ليسهلوا عليه أمر السجن، فما يرجعون من عنده إلا وقد نصحهم هو، واستراحوا مما يرون في وجهه من الراحة والسعادة والطمأنينة والأنس بالله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية: وعلم الله ما رأيت أحدا قط أطيب عيشا منه مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والتنعم، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد، ومع ذلك فهو أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم في وجهه، فسبحان من أشهد عباده جنته في الدنيا قبل لقائه. جنة الله والأنس بالله يؤتيها الله سبحانه وتعالى من يشاء في هذه الحياة الدنيا. ولهذا يقول ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فقيل له: ما هي؟ قال: جنة الأنس بالله ومعرفته ومحبته يتغزل المخذولون العصاة بحب امرأة، يتغزل بأنه معجب ومفتون بحب فلانة، ما عرف حب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء، واستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المؤمنون الكرام، إن السعادة ليس شيء يرى بالعين، السعادة ليس شيء تراه العين أو تسمعه الأذن، إن السعادة هي انشراح يملأ الصدر، وطمأنينة تملأ القلب، وهدوء البال وراحة النفس. هذه هي السعادة.
وليس لها ارتباط بغنى ولا فقر، وليس لها ارتباط ببلد معين ولا لون معين من الناس ولا منطق معين. هذه السعادة ملك رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو الذي يفيض بها على قلوب من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، ويضعها في المكان الصالح لها، يضعها في المكان الصالح لها حتى تضمحل أمامها الهموم والغموم والكروب والانزعاجات وغيرها مما تفعله مشاكل الحياة. أيها المؤمنون الكرام، إن السعيد لم يكن أفضل من الناس بكثرة ماله، ولم يكن أسعد من الناس بلونه، ولا أسعد من الناس بأنه أكثر منهم شهوات، ولا أكثر من الناس سعادة لأنه أكثر منهم علما بعلوم الدنيا، ولكنه كان أكثر من الناس رضا بأمر الله واستسلاما لقدر الله، فهو أرضى الناس بأمر الله، ليس عنده تمحر ولا تضجر ولا اعتراض على أمر الله، يدور مع شرع الله حيث دار، ويقف مع شرع الله حيث وقف، ورضي لنفسه بذلك، فكان أسعد الخلق، كان أسعد الخلق. أما من كان بعيدا عن أوامر الله فلا يعرف السعادة، فالسعادة انضباط، ليس معنى السعادة الضياع، السعادة هي انضباط، ولكن انضباط بتعاليم السعادة. ولهذا الفجار والكفار ليحرموا المؤمنين السعادة صوروا لهم أن الانضباط بشرع الله تزمت من أجل أن يتركوه، وتشدد من أجل أن يبتعدوا عنه. وأضرب لكم مثالا بحشرتين في هذه الحياة، حشرة ضائعة لا وزن لها بل هي ضارة، وحشرة ممدوحة مرموقة بل مدحت على لسان من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وهي النحلة والذباب. النحلة والذباب من الحشرات. النحلة ذكرها الله في كتابه، وأوحى إليها أين تسكن، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الذباب الضار، الذباب الذي يؤذيك يشغلك، ربما آذاك في شرابك في طعامك في نومك، أذي. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. الذباب يسلب ولا يعطي، والنحلة تعطي ولا تأخذ، تؤتي الناس أفضل الشراب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن كمثل النحلة، كمثل النحلة. ما الفارق بين هذه الحشرة وهذا؟ الفارق واحد، وهو أن النحل عنده وحي من السماء انضبط بتعاليمه، فلما انضبط كانت له مملكة وإمارة، مكانه نظيف وشغله نظيف، ولا يجلس إلا على نظيف ولا يؤتي إلا على نظيف، مترابط في إمارة وقيادة ومملكة حتى في نظافته وأناقته. الذباب مبعثر، لا أسرة ولا إمارة، مفكك في الأوساخ لأنه ليس عنده وحي. هكذا من ترك وحي الله وذهب بعد الدنيا يبحث عن السعادة في كل واد، انتهى عمره وهو ما وجدها. أما الذي اتبع وحي الله فمثله كمثل النحلة. وإن قال الناس إنه متشدد وإن قالوا متزمت، دع كلامهم تحت النعال وتمسك بشرع الله، واعتز بما نزل من فوق العرش، وترفع عن الحياة التي تبعدك عن السعادة التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون الكرام، إن هذا القلب الذي هو القائد في الإنسان، هذا القلب يعيش في تيه، وله شعث وله تفرق وتبعثر، لا يجمعه ولا يلمه إلا أمر واحد،
ولا يجمع سعادته ويبعده عن الأحزان إلا أمر واحد. يقول في ذلك طبيب القلوب ابن القيم رحمه الله تعالى: إن في القلب لشعفا، يعني شعف كثرة مشاغل، هموم، لا يدري أين يصل في الحياة، لا يدري ما هو الهدف، ما هو المراد في الحياة. قال: إن في القلب لشعفا لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع على الله سبحانه وتعالى. هذا كله يقع في قلوب العباد. من ذا الذي يقدر أن يقول هذا ما يأتي على قلبي؟ لكن هذا الدواء يا عباد الله. يا أيها العقلاء، قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا دواء الناس في كل صغيرة وكبيرة، هذا دواء الناس، وهو الحلول لكل صغيرة وكبيرة من قضايا العالمين اليوم، من قضايا الأفراد والأسر والشعوب والجماعات والدول. حلولها في شرع الله. فإلى متى نبقى معرضين عن منبع السعادة الصافي؟ إلى متى نبقى معرضين؟ لا نكتفي بمسألة صلاة، ولا نكتفي بمسألة قراءة للقرآن ظاهرية هذا. نتعمق. الباحث عن الماء يحفر في الأرض، والباحث عن المناجم يحفر في الجبال، والباحث عن اللؤلؤ يغوص في البحار. من أراد السعادة فليغوص في كتاب الله. اقرأ وتدبر وكرر وتأمل واتبع وتمسك وأذعن واقتنع، وكن راضيا راغبا، وخذ الكتاب بقوة، وخذ الدين بشغف، وستعرف أنك في واد والعالم في واد آخر، وتستغرب كيف حرم الناس الحياة الطيبة. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا حق الإيمان آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. حتى المودة في قلوب الخلق لا تملك بذهب، إنما الذي يزرع المودة والمحبة في قلوب الخلق في القلوب هو مالك القلوب، ولا يزرعها إلا لمن علم الله ماذا في قلبه بينه وبينه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل أني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادى في أهل السماء أن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. القلوب ملك الله، لا تؤخذ بالشاشات ولا باللوحات والدعايات في الشوارع العريضة الضخمة. هذه أشياء ظاهرية لا يصل إلى القلوب أحد إلا عن طريق ملكها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده السعداء. اللهم أصلح لنا قلوبنا واغفر لنا ذنوبنا واستر علينا عيوبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.